لا بالمولوتوف ولا شوف بالحجاره. مثلا نعم. ادي الفيديو اللي جاي لنا من مصراوي، ده يوم 2 فبراير. شايفين كميه الجمال والحمير والبغال والبني ادمين البغال برضو اللي راكبينهم. شايفين الكميه ضخمه ازاي، وماشيين في موكب مهول واعداد مهوله. و ده يوم موقعة الجمل. يوم موقعة الجمل. ده بيتحركوا من نزلة السمان. لا ده احنا بس يا خالد، ده أول مرة يتعرض. ده اكسكلوسيف. شوفوا الأشرار اللي قاعدين معانا. ده أثناء تحركهم. كان عندنا جزء منه، بس دلوقتي ده شريط انفراد. الشريط ده لم يعرض من قبل. الجزء اللي احنا عرضناه عليكم قبل كده كان أقصر من كده بكتير يا خالد. يا حاقد. و يعني شايفين بوضوح شديد. أشهد إنه جديد. تشهد إنه جديد. نعم. هذا انفراد يا أستاذ خالد من مصراوي. مركزة في المطبوع أكتر. مش مركزة في الإلكتروني. لا لا لا، هذا شريط جديد وفي تفاصيل فعلا جديدة. لقطة طويلة. عرضت مقاطع أخرى غير دول. لا احنا أول ناس عرضنا هذا الشريط، لكن هذا الجزء البسيط. وأنا أوعدكم إن أنتوا هتشوفوا يعني فيديوهات كتيرة تفصح عما يحدث. ده عامل زي ما يكون مولد. إيه يا خالد؟ من الهرم دول كانوا جايين ولا جايين؟ احنا عارفة ماشيين قدام ماسبيرو يعني. ماشيين قدام ماسبيرو، بس شفت كمية الجمال والحصنة والحمير. دي منطقة التجمع. احنا في اهو شايف الموكب قد ايه؟ كده بقى من فوق الكاميرا دي. الكاميرات. شوف بقى، انا عايزاكم تشوفوا. هيظهر دلوقتي فوق ده المتحف، هتلاقوا واحد راجل واقف بيشاور لهم بيوجههم، بيقول لهم يلا يلا بايده. وبعدين لما بيوجههم بايده بيبتدوا يجروا كلهم مره واحده ويهجموا. يعني الهجوم. زي انها اشاره الهجوم. متفق عليها. حضرتك الثوار اللي هم على اليمين، البلطجيه اللي بالحصينه موقعة الجمل جايين على الشمال، زي افلام صلاح الدين. زي افلام الحرب زمان. وبينهم في منكم رجل ومنا رجل. منكم واقفين. وفجاه هيقول لهم الراجل ده يلا، هتبص تلاقي هجوم من هؤلاء على الثوار. يعني شريط زي ده لازم يتعرض في المحكمه. يعني قول لي بقى هذا الترتيب. نعم. هذا الترتيب ومع سبق الإصرار والترصد. جايين بحصنتهم، بعصيانهم، بكرابيجهم، بكل حاجة. طيب أنا راجل. بعدين فأدينا بنفكرهم عشان الجلسات نايمة ونعسانة. شايفين بقى السهم؟ في السهم هنا، في السيارة دي بترجع إلى الخلف، بتوسع لهم الطريق وهم داخلين. وبعد كده هيظهر الاستاذ اللي واقف بيقول هجوم. فيعني شيء يشيب له الشعر والله. يوم التقى الجمعان. وبعدين هتلاقي احنا عندنا برضو شرايط فيها الناس اللي واقفين، القناصه فوق العمارات، عندنا ليهم شرايط هتشوفوها ان شاء الله. عندنا ادله دامغه. هتقولي الراجل اللي واقف فوق يطلع بقى، وريه لنا يا عمرو. الحقيقه ده شريط جديد ولم يعرض من قبل، ويعتبر انفراد عندنا من مصراوي. معلش يا خالد بقى عشان انت ما بتدينيش الشرايط. لا عاده ليا ان انت تنفردي يا دكتور. شوف بقى، شوف هو واقف فوق المتحف. شايفه؟ أيوه. بيقول بايده. فوق المتحف. شايفينه؟ فوق المتحف. ايوه. بيقول بايده، بيشاور بايده اهو. شايفه؟ شايفينه يا جماعه؟ عمال كل شويه يشاور بايده يلا هجوم. أيوه. هتبص تلاقيهم بعد كده يهجموا. عملية منظمة يا جماعة. يعني بص بقى الهجوم، الراجل شاور بإيده، شايف؟ انطلاق. يلا. احنا بقى شفنا في الصورة اللي طلعت على التلفزيونات جمل وحصان. اللي ما يفحصوش الصور دي، يجيبوا لنا العيال اللي كانت بتضرب. فتقول لي محاكمة مبارك على ضرب المتظاهرين، يعني ده ليست التهمة التي ينبغي أن يحكم عليها. ينبغي أن ليست التهمة الوحيدة. هناك تهم أخرى كثيرة ودماء الشعب المصري. نعم هذه حاجة وطبعا أستاذ هيكل فجر. كفايه بقى فرجه على مصراوي يا خالد. ماشي. يعني الحمد لله ان الله رد كيد الخائنين زي ما